السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ معظم الأجهزة التي نستعملها يوميا تملك بطاريات، ولكل طريقته الخاصة في جعلها تصمد لوقت أطول، فهناك من يضعها في الثلاجة، وهناك من يفصلها عن الشاحن بمجرد امتلائها، حتى إن بعض الأشخاص لا يشحنونها إلا عندما تكون على وشك أن تنفذ. لكن عندما يتعلق الأمر بشحن بطارية الهاتف أو الحاسب المحمول، قد لا تكون هذه الطرق هي السبيل لذلك، وبعضها قد يكون مضرا بالبطارية. تعمل البطارية بواسطة تدفق الإلكترونات بين القطبين السالب والموجب، لكن الإلكتروليت يصدها ولا يسمح لها بالتدفق إلا عندما يكون القطبان متصلان بالأسلاك. حينما تصل كل الإلكترونات إلى القطب الموجب، تصبح البطارية فارغة وليس فيها أي طاقة، وعملية الشحن ما هي إلا عملية إرجاع هذه الإلكترونات إلى القطب السالب. مع مرور الوقت، كل البطاريات القابلة للشحن تفقد القابلية على البقاء مشحونة بسبب تعب الإلكتروليت ونفاذه، لكن إن عرفنا مكونات البطارية سيساعدنا هذا كثيرا في معرفة كيفية جعلها تصمد لوقت أطول. أغلب الطرق الشائعة التي سمعتم بها تعمل فقط مع بطاريات النيكل والكادميوم، والبطاريات النيكلية المعدنية الهيدريدية، وهي النوع الذي نجده في أجهزة التحكم بالتلفاز. في هذه الحالة يستحسن أن تتركها إلى أن تفرغ بالكامل ثم تشحنها، وأن تفصلها عن الشاحن بمجرد أن تمتلئ، وإلا ستتكون بلورات حول الإلكتروليت وتنكسر البطارية أو تفقد قابلية الاحتفاظ بالشحنة لمدة طويلة. لكن معظم الأجهزة المحمولة في يومنا هذا مثل الهاتف والحاسوب تستعمل بطاريات الليثيوم الأيونية التي تعمل بشكل مختلف. هذا النوع يتضرر إذا تم شحنه أكثر من اللازم، لكن البطاريات والشواحن عادة تكون مصممة لتتوقف عن الشحن عندما تمتلئ البطارية، لذا لا تقلقوا إن لم تفصلوا هاتفكم أو حاسوبكم عن الشاحن بعد شحنه. أما إن انتظرت حتى تشك على النفاذ ثم تشحنها، فهذا الأمر قد يجعلها تنفذ 5 مرات أسرع من أن تشحنها وهي فوق 70%. كلما شحنتها وهي في نسبة أعلى، كلما صمدت لوقت أطول. إن كان لديكم برنامج يخبركم بالوقت المتبقي في البطارية وليس النسبة المئوية فقط، فيجب عليكم أن تتركوها تفرغ مرة في الشهر لكي يظل البرنامج شغالا بشكل فعال ويعطي قيما دقيقة. لكن أكثر ما يؤثر على كل البطاريات هي درجة الحرارة، فالتفاعلات الكهروكيميائية تحدث بشكل أسرع في درجة حرارة مرتفعة، لذا فالبطاريات تتضرر بشكل أسرع في الحرارة المفرطة. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك وضعها في الثلاجة، فالهواء في الثلاجة أو في الكيس الذي وضعت فيه البطاريات في الثلاجة مليء ببخار الماء الذي ينتظر أن يجد مكانا ليتبلور فيه، وآخر شيء تودونه هو الحصول على بطاريات مبتلة ومثلجة. لذا إن كنتم تريدون بطارية هاتفكم أو حاسوبكم أن تصمد لوقت أطول، قوموا بشحنها كلما سمحت لكم الفرصة، ولا يهم أي نوع من البطاريات تملكون في المنزل، ضعوها أينما شئتم فلن يصيبها أي مكروه، فقط بعيدا عن الثلاجة والحرارة، وبالطبع بعيدا عن متناول الأطفال. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.